السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هيكون أول درس ليكم في قواعد اللغة الإيطالية. أنا عمر معاكم من أكاديمية عمر إيطاليكا. يلا بينا. Il genere in italiano. إحنا النهاردة هنتكلم عن الجينيري. طيب يعني إيه الجينيري يا عمر؟ يعني الجندر أو النوع، ذكر ولا مؤنث. إزاي بالإيطالي أقدر أخلي الحاجة ذكر أو أخليها مؤنثة؟ امتى اعرف ان الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة؟ ازاي احول من كده لكده؟ كل الاسئلة دي مع بعض ان شاء الله هنجاوبها. فنقول بسم الله، اللهم علمنا ما ينفعنا. في اللغة الايطالية عندنا نوعين من الاسماء. اول نوع حاجة اسمها كائنات حية، يعني مثلا ممكن اقول ولد، بنت، قط، قطة، كلب، كلبة. فدول في الكائنات الحية بيكون جائز التحويل، يعني أنا ينفع أخلي الكلمة المذكرة تكون مؤنثة. في حاجة تانية اللي بتكون خاصة بالأشياء دي ما ينفعش نحولها، يعني مثلا الشوكولاتة هتفضل شوكولاتة، الشوكولاتو هتفضل مذكرة. هنعرف ليه هي مذكرة وإيه الحاجات اللي بتدل على التذكير أو التأنيث. القاعدة بشكل عام، أي كلمة بيكون آخرها أو بتكون مذكرة مفرد، مفرد مذكر. فمثلا شوكولاتو آخرها أو، فهنا هي مذكرة وكمان مفرد، مفرد مذكر. طيب أي كلمة آخرها مؤنث مفرد، مفرد مؤنث. فمثلا شبه كلمة كازا، كازا، فهنا مفرد مؤنث. طيب الجمع بشكل عام، الأو بيقلب لإي. فمثلا ما أنا عايز أقول ليبرا كتاب، فهنا مذكر مفرد، هتبقى ليبري، ليبري. في المؤنث الأ بتبقى إيه، أ بتتحول لإيه. فمثلا كازا هتبقى كازي، ليبرا ليبري، كازا كازي. طيب في استثناءات مهمة، مش كل اللي آخره أو بيكون مذكر، بس احنا قلنا دي قاعدة عامة. يعني مثلا كلمة شبه بروبليما آخرها وهي مذكرة. كلمة شبه التيما آخرها وهي برضو مذكرة. في برضو كلمات مؤنثة آخرها أو بتكون مؤنثة، شبه مثلا لامانو، هي كلمة مؤنثة. طب تعالى بقى أقول لك الحالة الشاذة بنتعامل معاها إزاي. الحالة الشاذة بشكل عام، إحنا مثلا عرفنا إن بروبليما مذكرة، خلاص بحفظها كده. فلما تقابلنا بنعرفها مع بعض وبنحفظها، وبعد كده الموضوع بيكون سهل عليك، بتبقى عارف تحدد، وفي نفس الوقت بيتكرر بقى الشواذ دول. طب احنا ازاي بنحول المذكر لمؤنث؟ في الاول خالص قلت لك ان الموضوع بيكون مرتبط بالكائنات الحية. فمثلا الجاتو هتبقى لا جاتا، دي اول طريقة. عندنا طريقة تانية بتاخد المقطع اسا، فمثلا ستودنتي هيكون ستودنتيسا، بروفيسوري بروفيسوريسا، دوتوري دوتوريسا. فالكلمات ديت بتاخد المقطع اسا وبتكون معروفة. طيب الكلمات المذكرة اللي بيكون نهايتها توري، فمثلا اتوري attrice، traduttore traduttrice، lettore lettrice. في بقى اخر حاجة الكلمات اصلا اللي شكلها مش بيتغير، اللي بنغيره بس بيكون اداة التعريف او التنكير، هناخدها في الدرس الجاي ان شاء الله. فمثلا giornalista تبقى il giornalista oppure la giornalista، مثلا il turiste la turista، وهكذا. الكلمات دي احنا بس بنغير الأداة سواء تعريف أو تنكير. في بقى كلمات بتتغير نهائي، فمثلا uomo بتكون donna، padre madre، fratello sorella، cane cagna، marito moglie. يبقى الخلاصة بشكل عام، أنا الكلمة لو مذكرة آخرها أو بجمعها تبقى إي، إيه المؤنث. الحاجات اللي انا بحولها من مؤنث لمذكر لازم بتكون كائنات حيه او وظائف، حاجات بتدل على الايه، على الكائنات الحيه بشكل عام. طيب هل دي القاعده بشكل عام؟ بس عندنا استثناءات، شبه مثلا كلمه بروبليما، شبه كلمه لامانو، وهكذا. بتعامل معاهم ازاي؟ ان انا بحفظهم، ولما بيقابلوني بسال عليهم وبعرف ان هو مذكر او مؤنث، وخلاص بتعامل معاها.
فدي كل حاجة خاصة بالجينيري genere in italiano. الدرس اللي جاي هنتعلم التعريف والتنكير، ويعني ايه التعريف والتنكير وازاي نستخدمهم وازاي هما متعلقين اصلا بالدرس ده. فده درس مهم جدا بيعرفك ازاي تعرف المذكر والمؤنث في اللغة الإيطالية. حل التدريبات الخاصة بالدرس ده، مستنيك في الدرس اللي جاي، وشد حيلك في الكورس. وزي ما بقول دايما، الإيطالية مع عمر إيطاليكا أسهل. السلام عليكم.